ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، رمضان والقرآن، ما زلنا في دوحة القرآن في شهر الصوم، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن كيف ينتفع المؤمن بالقرآن، وذكرنا العديد من الخطوات، وقبلها ذكرنا معالم وأمثلة من الذين انتفعوا بالقرآن، وأول مثال كان قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولعلنا في هذه الحلقات التي سنرويها تباعا ستكون بإذن الله عز وجل عن معالم الموضوعات في جزء عامة، معالم الموضوعات في جزء عامة. ولعلنا نبدأ بجزء عامة من بدايته، ونأخذ السورة كاملة نتكلم فيها عن الموضوعات العامة في هذه السور الشريفة. سورة جزء عامة، سورة النبأ، سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون إلى آخر السورة الكريمة. سورة النبأ بدأت في مطلعها عن النبأ العظيم، وهو الخبر العظيم الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو أحداث يوم القيامة وأهوالها. ثم تكلمت السورة عن بعض النعم التي يعددها الله عز وجل ويمتن الله بها، من أنه جعل الليل لباسا والنوم سباتا وخلقناكم أزواجا، ونعمة السماء الدنيا وسبعا شدادا، ونعمة القمر والشمس والقمر وأنهم سراجا وهاجا، ونعمة كذلك إنزال المطر. ثم تكلمت السورة عن أهوال يوم القيامة، فبدأت بإن يوم الفصل كان ميقاتا، وتوالت الأحداث بنفخ الصور، وكذلك بانشقاق السماء فكانت أبوابا، وكذلك من تسيير الجبال العظيمة. هذه الجبال العظيمة وهي من مخلوقات الله عز وجل يسيرها الله فكأنها تصبح كأنها سرابا، هذا المخلوق العظيم سبحانه. ومن ثم أهواء جهنم أعاذنا الله إياكم منها، كذلك من عذاب جهنم وأنواع العذاب أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ومن ثم ذكر الله عز وجل وختم هذه السورة الكريمة قبل أن يختم بأهل الجنة، جعلنا الله إياكم منهم، بقوله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ووصف الله عز وجل بهذه الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، بأن فيها حدائق وفيها أعناب، وكذلك فيها حور وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها صخب ولا كذب ولا لغو، كل هذا جزاء من الله عز وجل لأهل جنته وتوحيده. ومن ثم ختمت السورة بأمنيات يتمناها الكافر بقوله يا ليتني، حين يعاين العذاب وأهوال يوم القيامة، أعاذنا الله إياكم منها. هذه سورة النبأ. كذلك نبدأ في سورة النازعات، معالم في الموضوعات في سورة النازعات. سورة النازعات بدأها الله عز وجل بوصفه للملائكة، الملائكة الذين ينزعون أرواح المؤمنين، والملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين. ومن ثم وصفت السورة ببعض من أهوال يوم القيامة من نفخ الصور، وأن النفخ نفختان، النفخة الأولى والنفخة الثانية. ثم أورد الله عز وجل قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون ملك مصر،
ملك مصر والذي تجبر والذي قال أنا ربكم الأعلى، وأن الله عز وجل أرشد سيدنا موسى عليه السلام إلى أن يجعل في نيته هداية موسى أولا، فقال له فقل له يا موسى قل لفرعون فقل لك هل لك إلى أن تزكى، أي إلى تزكية النفس، وأهديك إلى ربك فتخشى، فإن أبى فأريه يا موسى الآيات الكبرى. ومن أعظم الآيات التي كانت عند سيدنا موسى عليه السلام بأنه كان يحول الشجرة أو العصا إلى حية تسعى. ثم عدد الله عز وجل بعد قصة سيدنا موسى عليه السلام بالمنن والنعم التي أنعم الله بها على بني البشر من الليل من آية الليل والنهار والسماء والأرض والجبال إلى غير ذلك من النعم التي يمتن الله بها ويتفضل بها علينا آناء الليل وأطراف النهار. ثم ذكر الله عز وجل وختم الله عز وجل هذه السورة الشريفة سورة النازعات فريقين من الناس، فريق آثر الحياة الدنيا فكان له وطغى فكانت له جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وفريقا خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، منزلة الخوف والخشية من الله عز وجل من أعظم منازل السائرين إليه سبحانه وتعالى، وهي منزلة في القلب، من حققها فقد حقق خيرا كثيرا. ثم ختم الله عز وجل كأنه برؤية الناس ليوم البعث واليوم الدين، فيما أنت من يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى الساعة، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي يا محمد إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذا قامت الساعة كأن قيام الساعة بين عشية وضحاها. هذه سورة النازعات. سورة عبس وتولى أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده بعضا من سادات قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ويدعوهم إلى دين الإسلام، وهو هدف سامي وسامق في الدعوة إلى الله عز وجل. فأتاه عبد الله الصحابي الجليل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، أي قطب جبينه الشريفة في وجه عبد الله ابن أم مكتوم، فأنزل الله عز وجل آيات تتلى يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا خفيفا لطيفا، أي يا محمد لا تعرض عن هذا فلعله خير من هؤلاء. قال الله عز وجل في مطلع هذه السورة الشريفة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي وما يدريك يا محمد بأن هذا الصحابي أتى ليتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذه كان مطلع الآيات عتاب الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم. من ثم تكلمت السورة ووصف الله عز وجل بأن فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أن الصحف بأيدي ملائكة كرام بررة. من ثم تكلم الله عز وجل عن جحود بني آدم، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، والله يحكي طور الإنسان من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل أي سبيل الجنة والنار، ثم السبيل يسره،
ثم أماته البعث والنشور فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ومع هذا وتوالى الأحداث كلا أن الإنسان مهما عمل، لو الإنسان كلا لما يقض ما أمره، أي لا يستطيع الإنسان لو عبد الله عمره كله ساجدا أو راكعا أو قائما ما وفى الله حقه، لم يوفي الله حقه، لأن حق الله عز وجل لا يوفيه إلا هو سبحانه وتعالى. وأما نحن بني البشر فضعاف أمام نعمة من نعمه عز وجل، وهي نعمة، أقل نعمة. خذ نعمة من جسدك، نعمة البصر، هل توازي عبادتك؟ والله ما توازيها. خذ نعمة الأنف والشم، هل توازي نعمة وعبادتك طيلة عمرك؟ ما توازيها. وهكذا خذ نعمة النفس، نعمة النفس، هل توازي لو عبدت الله عمرك كله؟ والله ما توازيها. لن نوفي الله حقه إلا رحمة منه وكرما منه وفضل سبحانه وتعالى. كذلك ثم بعد ذلك عرجت السورة على بعض النعم التي أنعم الله بها علينا، من أنه شق الأرض لنا وأنبت لنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ومن جميع أصناف الطعام، وضعه الله عز وجل لنا في هذه الأرض. في هذه الأرض يسر الله عز وجل لنا كل شيء لنعبده ولما نقض ما أمره. ثم ذكر الله عز وجل في نهاية السورة ببعض من أهوال يوم القيامة والفريقان الذين يفترقون في ذلك اليوم. فقال عز من قائل: فإذا جاءت الصاخة. والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، كما في سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى. وهنا فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم المسؤولية والتبعة فردية على كل نفر وعلى كل فرد وعلى كل شخص أن يتحمل مسؤولية نفسه، أن يتحمل مسؤولية نفسه. قال الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلنا سيسألنا الله عز وجل فردا فردا، كلنا سنحاسب أمام الله عز وجل فردا فردا. لن نسأل عن أبنائنا أو عن أمهاتنا أو عن آبائنا، كل ذلك كل في ذلك اليوم مشغول بنفسه، يا نفسي نفسي. فقال الله وختم السورة ربنا عز وجل بالفريقين: فريق وجوه يومئذ مسفرة، أي مسفرة ومستبشرة ومنيرة ومضاءة من طاعته عز وجل له في الدنيا. وفريق وجوه عليهم يومئذ غبرة، كأنها تغشاهم وجوههم الغبرة والسواد، ترهقهم قترة من الذل والهوان والصغار. أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. هذه معالم في سورة عبسة. كذلك نبدأ في سورة التكوير. سورة التكوير من السور المكية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه من الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أراك شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. وأخوات هود من أخوات هود سورة التكوير. وسورة التكوير حافلة بأهوال يوم القيامة: إذا الشمس كورت جمعت، والنجوم انكدرت، والجبال سيرت، والعشار عطلت، النوق، والوحوش حشرت، والبحار سجرت من النيران،
والنفوس زوجت والموءودة سئلت إلى قوله عز وجل وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله عز وجل ذكر أهوال عظيمة في ذلك اليوم لكي نستعد لمثل هذا، فلنستعد لمثل هذا فلنعمل. قال ربنا عز وجل بعد ذلك علمت نفس ما أحضرت، أي علمت نفس بأهوال يوم القيامة فماذا أعدت. قال بعدها الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعدد الله عز وجل بعض النعم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ثم يصف ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم أي نبيكم بمجنون. لما رأى جبريل وصفه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، أي نبينا ليس على الغيب ليس هو على الغيب بغير حافظ أو مستهتر، لا، نبينا صلى الله عليه وسلم بكامل قواه العقلية صلوات ربي وسلامه عليه، فلقد رأى جبريل عليه السلام وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ وختم الله عز وجل بأن من يستفيد من أهوال يوم القيامة ومعرفته الذي يستفيد لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من ينتفع من الذكرى؟ الذي يريد أن يستقيم. ومن الذي يريد أن يستقيم؟ تكون إرادته من إرادة الله عز وجل. إن أراد العبد طاعة فالله يعينه، وإن أراد معصية فالله يستره. ولذلك في الحديث الصحيح حديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا ختمنا في بعض المعالم في سورة التكوير. بعد ذلك سورة الانفطار. الانفطار كذلك من السور المكية والتي تذكر أهوال يوم القيامة، فبدأت بإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت بما فيها من أعماقها، وإذا القبور بعثرت القبور خرج الموتى، علمت نفس ما قدمت وما أخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ثم يعدد الله عز وجل نعمه على هذا الإنسان الجرم الصغير. قال فما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي رواية فعدلك. والله عز وجل أحسن صورنا وخلقنا أحسن خلقة. قال الله عز وجل في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن خلقة سبحانه وتعالى. فيعدد الله عز وجل بنعمه على هذا الجرم الصغير الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم الله عز وجل يقرر حقيقة بعض البشر في تعاملهم مع ربهم عز وجل. قال كلا بل تكذبون بالدين. وتكذيب الدين يكون قولا ويكون عملا، قولا صراحة وحقيقة، وعملا ما يفعله هذا الإنسان. حينما يسرق الإنسان ينسى أنه يكذب بيوم الدين، حينما يقتل الإنسان ينسى أنه يكذب بيوم الدين، حينما لا يصلي ولا يقوم بشعائر الدين البتة فهو يكذب بيوم الدين، حينما يعق
المرء أباه وأمه ويعقهما عقوقا شديدا ويؤذيهما فهو يكذب بيوم الدين. كلا بل تكذبون بيوم الدين. ثم الله عز وجل يصف الملائكة بأن لنا ملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل بني البشر لديه ملكان عن يمينه وعن شماله، فأما الذي عن يمينه فيكتب ما يفعله وينطقه من الخير، وأما عن شماله فيكتب ما ينطقه ويفعله من الشر، وهم كراما كاتبين يكتبون كل صغيرة وكبيرة. قال ربنا عز وجل عن الكتبة وكتابة الملائكة، قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال حتى الضحكة تكتب، حتى الضحك تكتب. ولذلك حري بالإنسان أن يستحي من الملائكة إن أراد أو هم سوءا أو عملا لا يرضي الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل عن يمين وعن شمال، عن الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الملائكة. ومن الإيمان بالملائكة ومن الإيمان بالله عز وجل وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، وبأنهم يكتبون أعمال بني آدم ويحصونها إحصاء من الله عز وجل. بعد ذلك ذكر ربنا عز وجل أحوال الناس الذين يعملون الخير ويعملون السوء. قال إن الأبرار لفي نعيم، والأبرار منزلة عالية من الطاعة عند ربنا عز وجل، وهي منزلة مصطفاة منه سبحانه وتعالى. الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، أي نعيم في الدنيا والآخرة الأبرار، ولكن هنا نعيمهم في الآخرة لا يوفيه إلا هو سبحانه وتعالى. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم ذكر ربنا عز وجل بأن الفجار يصلونها يوم الدين، أي جهنم، وما هم عنها بغائبين، أي جهنم لا تفارقهم في عرصات يوم القيامة. قال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، في ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا توجد واسطات في ذلك اليوم، كل مشغول بنفسه والأمر يومئذ لله. جعلنا الله وإياكم من أهل الأبرار. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. الظلام يعم مخيم اللاجئين، فكيف ستنار عتمتهم؟ وهنا كانت بداية كافي الأيد منذ 8 سنوات على أيدي مؤسسيها، حيث أن مؤسسة كافي الخيرية هي مؤسسة بريطانية تعمل لدى المملكة المتحدة وعلى مستوى دولي، لها حضور أساسي في شرق السودان لدعم اللاجئين الإريتريين في جميع أنحاء العالم. تقدم الكثير من الخدمات لدعم اللاجئين الإريتريين لجعلهم محترفين في المستقبل، من خلال تقديم دورات تدريبية ومهنية مثل ميكانيكا الديزل، صيانة الجوالات، الكهرباء، الحداد للشباب، أو المصنوعات الجلدية والصناعات الغذائية للفتيات. إنشاء كافي الأكاديمي لدعم وتعليم المزيد من اللاجئين في جميع أنحاء العالم. إنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة ودفع اللاجئين لسوق العمل. تقديم مساعدات وخدمات طبية للاجئين، وتقديم العلاج الطبي لأمراض العين مثل إعتام عدسة العين.
إذا أردت أنت أيضا أن تنير عتمتهم ساعدنا في تغيير حياة الكثير من اللاجئين وتواصل معنا من خلال موقعنا وتبرع الآن www.kafil.org.uk. نهضة الأمم دائما ما تعتمد على شبابها، فهم عماد النهضات، وهم أهل الشجاعة والإقدام والتضحية، والشباب دائما ما يحتاج إلى التوجيه نحو القدوات، أصحاب الهمم العالية والمكانة السامية. ولا يوجد أفضل ولا أحسن سيرة لهذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. ويقول الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لذلك دعونا نبحر معهم ونتجول مع بعض مناقبهم عبر هذه المسابقة طوال شهر رمضان المبارك. جوائز قيمة تنتظركم مع شباب الصحابة. يعاني اللاجئون الإريتريون في مخيمات شرق السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي من التجاهل التام من المجتمع الدولي، لدرجة أن البعض لا يعلم بوجودهم وبحجم الوضع المأساوي اللا إنساني هناك من مجاعة وأمراض. ولذلك تعمل وتتواجد مؤسسة كبيري في قلب الحدث للمساهمة في مساعدة وتقديم يد العون من مواد غذائية وعلاجية لجميع اللاجئين، وبالأخص لأشدهم حاجة. وبمناسبة شهر رمضان المبارك فإننا نقوم بتقديم سلة رمضانية قيمتها 30 جنيه استرليني تكفي أسرة واحدة لمدة شهر كامل، تحتوي على المواد الغذائية الأساسية. فنرجو من الجميع مد يد العون لإخواننا المنسيين عبر التبرع بالوسائل التالية: kabiratrust.org، رقم التلفون 0121 285 4009. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته إذا سئل عن شيء لا يعرفه يسكت صلى الله عليه وسلم ويصمت، فلم يرد أي سؤالا حتى يأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي الجليل عثمان بن عفان قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونذكركم بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام الشاشة التي تظهر طيلة مدة البرنامج أو على وسائل التواصل الاجتماعي لقناة سلام الفضائية. كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا بأن أحكام النون الساكنة والتنوين هي 4 أحكام. الحكم الأول وهو الإظهار وهو من الوضوح والبيان، وقلنا حروف الإظهار 6 حروف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. والحكم الثاني قلنا الإدغام، والإدغام قلنا إدخال شيء في شيء، وقلنا حروف الإدغام 6 مجموعة في كلمة يرملون. والإدغام قسمان: قسم بغنة وقسم بغير غنة. والقسم الذي بغنة فيه 4 حروف مجموعة في كلمة ينمو: الياء والنون والميم والواو. والقسم الذي بغير غنة وهما حرفان: حرف اللام وحرف الراء. والحكم الثالث وهو حكم الإقلاب،
وقلنا الإقلاب هو تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي، وهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. وحرف الإقلاب هو حرف واحد وهو حرف الباء. وقلنا الحكم الأخير وهو حكم الإخفاء، والإخفاء لغة من الستر لكل شيء، واصطلاحا هو النطق بالحرف بحالة وسط بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. وقلنا أن حروف الإخفاء هي 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما. وكنا تناولنا من بداية سور جزء عامة كل سورة نقرأها ثم نكررها، ثم نأخذ بعض أحكام التجويد التي فيها ونعلق عليها. وكنا قد وصلنا إلى سورة التكاثر في الحلقة الماضية، ولعلنا نبدأ بهذه السورة الشريفة. لعلنا نقرأ في سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأحكام المتعلقة بهذه السورة الشريفة: قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان نون ساكن أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. ولعلنا نأخذ سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. هذه السورة الشريفة لعلنا نأخذ بعض آيات بعض أحكام النون الساكنة والتنوين. قوله عز وجل ويل لكل تنوين أتى بعده حرف اللام، وقلنا حرف اللام من حروف الإدغام بغير غنة. وقوله عز وجل همزة اللمزة تنوين أتى بعده حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. وقوله عز وجل مالا وعدده تنوين أتى بعده حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة. وقوله عز وجل كلا لا ينبذن نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب. وقوله عز وجل في عمد ممددة تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. لعلنا نستقبل هذه المشاركة الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم. الاسم الكريم أبو محمد. مرحبا يا سعد، تفضل يا أبو محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وما زال الحاكمين. أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ محمد، بارك الله فيك. لعلنا نأخذ سورة الفيل نستكمل في قراءتنا وبعض التعليقات على أحكام النون الساكنة والتنوين. نبدأ بسورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول
تحول. لعلنا نعلق بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. حياكم الله شيخنا. الله يحييك. محمد من السودان. مرحبا مرحبا مرحبا، تفضل يا أخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع بك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. بعض الأحكام النون الساكنة والتنوين والمتعلقة في سورة الفيل. قول ربنا عز وجل طيرا أبابيل، طيرا أبابيل، تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله عز وجل بحجارة من، تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل من سجيل، نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. وآخرا قوله عز وجل كعصف مأكول، تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. ولعلنا نستفتح في سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة الشريفة نأخذ بها بعض أحكام النون الساكنة. قول ربنا عز وجل من جوع، نون ساكنة أتى بعدها حرف الجيم، والجيم من حروف الإخفاء. وقول ربنا عز وجل من خوف، نون ساكنة أتى بعدها حرف الخاء، والخاء من حروف الإظهار. ولعلنا نستقبل هذه المشاركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا أنتم في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. القراءة جميلة، يحتاج مراعاة أحكام التشكيل. أحكام التشكيل المقصود بها الفتحة، الضمة، السكون، التنوين، يحتاج هذه مراعاة في قراءة الآيات. نستحضر أحكام التشكيل ونفع الله به. لعلنا نأخذ بعض أحكام النون الساكنة والتنوين في سورة الماعون، لعلها تكون في الحلقة القادمة. نذكركم بالأرقام، نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج، كما نستقبل تلاواتكم في وسائل التواصل الاجتماعي لقناة سلام الفضائية. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.